السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا نعمل كفتة داوود باشا بطريقة حلوة ومختلفة. داوود باشا، كفتة داوود باشا بالبطاطس. طعمها كان لذيذ جدا جدا وطريقة حلوة جدا، وان شاء الله الطريقة هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتعليق حلو منكم وتصلوا على سيدنا محمد. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، هبشر عليهم بصلة او من بصلة لبصلتين على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. هحط فيها كزبرة وبقدونس. طبعا باخد الورق بس وبقطعه صغير جدا زي ما انتوا شايفين كده. بحط فلفل اسود وبابريكا وملح وجوز الطيب. وطبعا بخلط كل المكونات دي كلها مع بعض، وبحط نص كوباية من الرز. دي الرز انا طحنة رز بيكون موجود عندي فبحطه على الكفتة. طريقة حلوة جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بخلط كل المكونات كده مع بعض، وبسيبها حوالي ربع ساعة او نص ساعة كده. انا حطيت نص كوباية من الدقيق الرز، وهسيبها نص ساعة في التلاجة. وبعد كده هكورها زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، وتعملوا لي لايك للفيديو واشتراك لو محتوايا بيعجبكم. انا كده خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين. هحط بقى زيت، وبعد كده هحمر فيها الكفتة. نزلت كل الكفتة في الزيت وهحمرها بقى على الوشين. وهكون مقطعة بطاطس. هحمرها في نفس الزيت لان الزيت ده مش دي الكمية اللي انا كنت حطاها. طبعا زي ما انتوا عارفين اللحمة بتنزل الدهون بتاعتها. هقلب بقى الكفتة على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده، وهقطع البطاطس احطها على جنب. لما الوش التاني يتحمر هطلع الكفتة وهحمر البطاطس الكمية الباقية اللي معايا. حطيت معلقة توم في الزيت اللي انا حمرت فيه الكفتة والبطاطس، وطبعا الزيت ده يعتبر فيه دهون من الكفتة. هكون عاملة صلصة وهنزلها بقى على التوم بالشكل ده. وطبعا هي بتحتاج فلفل اسود وملح بس. يعني عايزة اقول لكم هي طعمها بصراحة جميل جدا. جربوها بالبطاطس، طريقة مختلفة وجديدة وان شاء الله هتعجبكم. حطيت بقى الفلفل الاسود والملح وهقلبهم كلهم مع بعض كده، وهسيبها بس تغلي غلوة او غلوتين كده، واقوم منزله فيها زي ما انتم شايفين كده هي غلت اهيت. وهنزل فيها البطاطس والكفتة. طبعا البطاطس مستوية وكمان الكفتة مستوية. احنا بنحطهم في الصلصة عشان يسبكوا وياخدوا كلهم طعم من الصلصة. الصلصة طبعا زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش فيها خالص بصل، هي بس الثوم وعصير الطماطم. هنا بقى طبعا كفتة داوود باشا بتحتاج الرز بشعرية الجميل. حطيت معلقة زيت مع نص معلقة من الزبدة، وحمرت فيها الشعرية ولونها كان جميل جدا. وحطيت الرز بقى والملح والمية. هنا بقى شكلها بعد ما استوت واتسبكت كويس. بجد جميلة ولذيذة جدا.
طبعا ممكن نعمل جنبها سلطة. وزي ما انتوا شايفين كده هي مش محتاجة حاجة خالص غير طبق الكفتة بالبطاطس وطبق السلطة. طريقة حلوة جدا جدا ولذيذة، وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني. واتمنى ان فيديوهاتي تعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا نعمل صينيه الفراخ بالبطاطس. طريقه جميله جدا وجديده وان شاء الله طريقه هتعجبكم. عملت الفراخ بطريقتين وان شاء الله الفيديو التاني هينزل بعد الفيديو ده. غسلت الفراخ كويس جدا وقسمتها. اخدت نص الفراخ هعمله صينيه بطاطس، بس هحمر الفراخ الاول. معايا معلقتين سمنه كده حطيتهم في الصينيه، وهحمر الفراخ واحط فيها ورق لوري وفلفل اسود. هحمر الفراخ كده على الجنبين. بعد كده هنزل بالبصل والبطاطس وفصين توم. وطبعا ممكن تستغني عنهم بس بيدي طعم حلو جدا في صينية البطاطس. بعد كده هنزل بالصلصة. الفراخ هنا لما حمرتها هتدي طعم حلو جدا لصينية البطاطس. هتدخليها الفرن او هتحطيها على البوتاجاز بعد ما تستوي كويس جدا. هدخلها تحت الشواية تاخد لون. زي ما انتم شايفين كده لونها حلو جدا وجميل. والرز الاصفر ده رز بدبس الرمان. انا كنت عامله عليه فيديو قبل كده، وهحط لكم الفيديو في تعليق مثبت. متنسوش اللايك والفولو والمتابعه والاكسبلور وتعليق حلو منكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا بقى نعمل الفراخ الجميله دي بدون فرن ولا شوايه، بدبس الرمان. قسمت الفراخ وعملتها بطريقتين. هحمر الفراخ في معلقة السمنة واحط فيها فلفل اسود وملح وبشرة البصلة بالشكل ده، واحط فيها ورق لوري. هحمرها من الجنبين. هحط فيها حباية طماطم هقطعها كده مكعبات صغيرة، ومعلقة دبس رمان. الدبس الرمان مع كمان الطماطم بيدي لون حلو جدا للفراخ، ومش محتاجين لشواية ولا فرن. وهسويها في كوباية مية لحد ما تتشرب المية وتستوي الفراخ معايا. عايزة اقول لكم الصوص بتاعها ده حلو جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والفولو والاكسبلور والتعليق الحلو منكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.